احلى شويه مخلل ممكن تعمليهم لرمضان وغير رمضان. مفيش قطعه مخلل طعم التانية، لان احنا مخليين الطريقه. تعالى اقول لك عملناها ازاي مع بعض، وان شاء الله هتعتمد الطريقه دي. وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسونوش في اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عملنا مع بعض كل اشكال المخلل دي مع بعض. عملنا القرنبيط والزيتون واللفت والفلفل والبصل والجزر والخيار والليمون. والنهارده بقى جينا نعمل مع بعض ازاي اوريكم بعمل المخلل المشكل بتاعي بعمله ازاي. دلوقتي طبعا كل حاجه خللتها معاكم في القناه قبل كده. النهارده هعمل مع بعض، هنحط بقى ايه اللي ممكن ينحط ميته على المخلل، وايه اللي ممكن ينحط هو بس من غير ميه. وهقول لك بالظبط كده ان ايه فايده ان احنا ما نحطوش كله ني على بعضه يعني ونخلله مع بعض. انا عايزه كل حته مخلل اكلها احس بطعمها. يعني زي مثلا القرنبيط هلاقي فيه شويه كده من الكمون، والزيتون فيه طعم الليمون، واللفت طعم اللفت بس من غير اي اضافات. الفلفل ليه طعم، البصل ليه طعم، الجزر ليه طعم، الخيار طعمه، وبيكتسب كمان ريحه الثوم والكرفس. كل حاجه لها طعمها. لما تخليلي المخلل كله الاول، كل مخلل كل نوع لوحده، وبعد كده تحطيه تعمليه مخلل مع على بعضه مشكل كده، كل حته مخلله بتاكليها هتلاقي لها طعم مميز. يلا بينا نسمي الله ونبدا. الاول اول حاجه هنعملها مع بعض، هنطلع الاول اللفت بتاعنا ده اللي كنا عاملينه صحيح ونشوفه هنعمل فيه الاول. نعملها مع بعض اللفت اللي خليناه صحيح زي ما هو. انا ليه بعمل معاكم الفيديو ده دلوقتي؟ للمصداقيه. يعني انا لما عملت اللفت وقلت هيقعد معانا شهرين 3 قبل رمضان وبخلله صحيح وما بحطش عليه اي اضافات، يعني لا بحط له بنجر ولا بحط له اي حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله، شكل اللفت يفتح النفس. شكل اللفت عامل ازاي؟ ده مش محطوط عليه اي اضافات، ميه وملح بس واللفت. طيب في ناس قالت ازاي اللفت هيتخلل وهو صحيح؟ بصوا والله العظيم زي ما حطيته معاكم. بص منظر طبعا لو انا بشتغل حد تاني هيكون طبعا هلبس جوانتي، بس انا بشتغل لبيتي. بصوا اللفت اللي عملناه مع بعض اهو، ولا حطيت له اي اضافه. زي ما قلت لكم بالظبط هو اللي بعمله فيه مصداقيه والله في كل كلمه بقولها لكم. يعلم ربنا ما بقولكوش حاجه واعمل حاجه تانية. اول حاجه دلوقتي طبعا هصفي انا الميه دي، انا فضيتها كلها بس عشان اوريها لكم. بس انا هصفي الميه دي، وعندي بقى القطاعه دي هاخد مثلا ايه، اخد واحده اوريكم هعمل ايه الاول عشان كمان تشوفوا شكل اللفتايه من جوه اهو. بالسكينه بقى او بقطعه المخلل هقطع اللفت بتاعي. سامعين صوت بصوا سامعين صوت القرشه بتاعت اسمعوا كده، قربوا. بصوا انا متعمده اعمل معاكم يعني اقطع معاكم اللفت، عشان في ممكن يكون حد يقول لك ايه، طب هو هيقعد الفتره دي كلها، طب مش هيطرى؟ لا مش هيطرى خالص. وصوت القرمشه في التقطيع واضحه خالص اهو. سامعه صوت القرمشه؟ يعني انا والله عشان لسه حالا شاربه شاي كنت هوريكم كمان اكل حته واسمعكم صوت القرمشه، بس ملحوقه عبل ما اقطعه. هوريكم دلوقتي برده صوت قرمشته، هو اكيد باين. قربوا بس كده عليا اهو، اكيد باين الصوت يعني. هقطع بقى اللفت بتاعي كله ده وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. قطعنا اللفت كله وصفيت الميه، يعني خليت حبه ميه صغيرين قوي. احنا هناخد من كل نوع مخلل شويه ميه. عايزه بس اكل لكم حته اللفته دي وتسمعوا صوت القرمشه. مقرمش اكنه معمول الاسبوع اللي فات. تعالوا بقى للخيار اللي احنا كنا عاملينه مع بعض من كام يوم. بصوا بسم الله ما شاء الله لونه عامل ازاي. هناخد بقى الخيار بتاعنا ده كده ونروح حاطينه على اللفت بالشكل ده كده. هنصفيه من الميه خالص. حطينا كده الخيار على اللفت. طبعا كميه المخلل انا الحقيقه بعمل ليا والحبايبي يعني مش للبيت عندي بس. تعالوا بقى نشوف الفلفل الحلو اللي احنا عاملينه مع بعض. طبعا احنا لما بنعمل اي نوع مخلل عامه بنروح حاطط له حته فلفل احمر كده عشان تديله طعم. فانا بصراحه برشح ان انا انزل الميه الفلفل بميته، لان ريحه الفلفل خطيره، عامله ريحه حلوه قوي. حتى لو الميه كتير يعني ايه هنزل نصها مثلا واسيب نصها، بس هي لا مش كتير. هنزل بقى الفلفل بتاعي كده اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله.
بصوا ما شاء الله على لونه تحفه، اللون والريحه. برضو الفلفل زي ما قلت لكم انا كل الحاجات دي عاملاها معاكم على القناه. كمان خش كده، تعالوا لي بس كده شويه هنا على القرنبيط. طبعا القرنبيط بصوا بسم الله ما شاء الله لونه ابيض ازاي. هخرج بس البلاستيكايه دي وهصفي الميه. ريحه القرنبيط في ريحه كمون كده، انتوا لو تفتكروا اللي شاف معايا الفيديو بتاع المخلل كنت حاطه على القرنبيط حاطه عليه كمون عشان الريحه. هصفي بقى الميه بتاعته خالص لاني عايزه القرنبيط من غير اي ميه. هنفضي كمان القرنبيط بتاعنا. بصوا بسم الله ما شاء الله لونه جميل، اللي يشوفه يقول لسه اصلا ما تخللش. ورق اللورا بقى والكمون مخلي ريحته يعني اما تفضيه كده تشمي ريحه كمون سيكه كده يعني. حطيت له رشه كمون بسيطه، ولما حسيت ان هي كانت كتير شويه وانا بخلله لميت الكمون كده تالت يوم وانا بفتحه زي ما قلت لكم بفتحه يتهوى. بصوا الكمون على القرنبيط اهو. لما حسيت ان الكمون هيبقى يعني ريحته شديده قوي فرحت لما شويه كمون من اللي انا حطاهم من على الوش تالت يوم، لان تالت يوم لازم افتحه يهوي كده شويه. عندي بقى كده كام ليمونه. الحقيقه كنا مخللين ليمون اللي هو الليمون المسلوق ده، بس ربنا يخلي يعني الولاد في البيت ما سيبوهوش في حال، وده اللي فاضل منه هحطهم كمان. خلاص كده. طبعا انا حطيت الليمون بميته بالفلفل الاحمر بتاعه كمان. خلاص كده. عندي دلوقتي ايه بقى؟ عندي البصل والجزر اهو. هصفيه برده من الميه وهنزل بيه على المخلل بتاعنا. يلا بقى نفضل الجزر والبصل. انا بصراحه كنت عامله برطمان بصل، ولما لقيت ان البصل ما ملاش البرطمان كله رحت مقطعه شويه جزر وحطاهم على الوش كده معاه. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الريحه خطيره. البيت كله اتقلب ريحه مخلل. انا بفكر الصراحه ما اديش حبايبي وانزل ابيعهم في الشارع. فضينا بقى كده، فاضل معانا بس اللهم صل على النبي نحط كمان شويه زيتون. انا الحقيقه ما عرفتش اجيب زيتون كلماطه خالص السنه دي. حاولت اجيب زيتون كلماطه باي طريقه، انا بحب الزيتون الكلماطه جدا، بس الحقيقه ما لقيتش الحقيقه يعني زيتون كلماطه. فالاخضر ده يعني يقضي الغرض. هنزل برده بشويه كده يتقلبوا عشان بقى ايه يبقى المخلل بتاعنا فيه كل المخللات. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم يا رب الايام بخير. يعني ايه انا احب الصراحه لما اعمل حاجه حلوه كده. وبصراحه عملته مره قبل كده، خللت مخلل واديت حبايبي، يعني اديت بقى يعني مش صحابي، هم في مقام اخواتي الحقيقه. فاديتهم. فبصراحه خلاص بقت عاده كل ما اعمل مخلل مشكل لازم يبقى ليا وليهم يعني. ربنا ما يقطع علينا عاده يا رب. هفضي بقى كده. وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا ما تنسونيش بقى في اللايك يا جماعه، ارفعوا الفيديو اللايك والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو ده. لو عجبكم يعني، ما عجبكوش بقى انتوا براحتكم يعني. اهو طبعا اي نوع مخلل في الطبق ده حطيناه على بعضه. انا اصلا عاملاه معاكم على القناه، عامله كل حاجه لوحدها. ده حتى في كمان بسم الله ما شاء الله عامله فلفل هالبينو الصغير، والزيتون اللي هو الكليماطه، والزيتون الدولسي. انا ما سبتش مخلل ما عملتوش الحقيقه. بصوا بقى عايزه ايه؟ عايزين نستعان باي حد كده يكون ايديه قويه ويجي يقلب، لان انا الصراحه مش هقدر اقلب الكميه دي كلها. هقلبهم تقليبه كويسه قوي مع بعض كده، واشوفوا ناقص ايه بقى. ليه؟ لان ممكن يكون ناقص حاجه. ممكن يكون ناقص، ممكن لونه ما يعجبنيش، احط مثلا حبه البركه، احط عصفر، احط فلفل احمر، انزل بعود كرفس او كزبره. هنشوف، هنقلبه الاول واقول لكم هو ناقص ايه بالظبط. الالوان التحفه دي بعد ما قلبنا المخلل بتاعنا، استحاله تاكلي حته مخلل من هنا يعني. دي ليها طعم ودي ليها طعم، والبصل ليه طعمه، يعني كل حته مخلل في الطبق ده ليها طعم مختلف، لان كل واحده متخلله لوحدها. عايزين بقى ممكن نزود ايه تكايه بسيطه ممكن تستغني عنها. هحط يعني معلقه مثلا او معلقتين من الفلفل الاحمر كده. الحقيقه ده للتظبيط بس، يعني لتظبيط اللون، يعني حته فلفل احمر كده. احنا اصلا الميه اللي فيه ميه الفلفل، فطعم الفلفل بصراحه مظبط الدنيا. ورشه بسيطه مش هنكتر يعني. بصوا شويه قد ايه، رشه بسيطه كده من حبه البركه، علشان حبه البركه خدوا بالكم بتغمق المخلل. حاجه بسيطه قوي كده. خلاص. طيب احنا هنحفظه ازاي بقى؟ يعني احنا عملناه دلوقتي. انا عايزه اوريكم بس هنا اهو. تعالوا كده بس في الجنب، بصوا كده. احنا حطينا المخلل كل شويه مخلل واخده شويه ميه.
يعني الميه ممكن بقى تزودي ميه اللفت، ميه الخيار المخلل، بس انا بصراحه مش عايزه ازود ميه لونها ميه اللفت مثلا فتصبغ لي تخلي لي القرنبيط لونه لون اللفت. لا انا عايزه القرنبيط ابيض والخيار بلونه يعني كل حاجه بلونها. فانا الحقيقه لو زودته انا برشح انك تزودي ميه من الخيار المخلل. وبكده الفيديو بتاعي خلص. طبعا يا ريت تسيبوا لي كومنت حلو تقولوا لي المخلل عجبكم ولا لا في الكومنتات، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. كل سنه وانتم طيبين، وشكرا ليكم، سلام عليكم.